محاولة سيف الدين العالمي حضر باعتبار حضور أقوى الفرق وأقوى الأندية. تولي محاولة يوسف ميري تدخل والحكم يعلن عن ضربة جزاء. الحكم يعلن عن ضربة جزاء بعد التدخل امام يوسف ميري. كنعرفوا السرعه ديال يوسف ميري، الدخول تنفيذ يوسف ميري والكره في الشباك. 1-0 لفائده فريق حسنيه اكادير من نقطه الجزاء بواسطه الهداف يوسف ميري الذي وقع ثالث اهدافه خلال هذا الموسم. وحسنيه اكادير يتمكن في حدود الدقيقه 19 من افتتاح النتيجه 1-0 لفريق حسنية اكادير امام شباب المحمديه. الفرحه الكبيره ديال اللاعبين اللي حاول من الجهه اليسرى تمريره عرضيه، فرصه الحكم كيطالب بمواصله اللقاء. هذا تمريره في اتجاه اللاعب حمزه افصل تسديده فرصه تدخل ديال سفيان بن، تسديده قويه من حمزه افصل ممرر دي فرصه لفائده فريق شباب المحمديه. هناك خطا لفائده فريق على الدفاع وتبعد المحاولات، تسديده ضربات الكره في الحائط وابعاد الخطوره. تعود من جديد في فرصه لفريق حسنية اكادير. يوسف ميري كيطمع ويرجع الكره، تسديده ولكن بعيده. عوده ديال اللاعبين ديال فريق حسنية اكادير بسرعه. اسامه الزمراوي، هذه فرصه لفائده فريق حسنية اكادير وتدخل الحارس لانه كانت فريق الرجاء. تابعوا الفرصه هدف تعادل بواسطه اللاعب اسامه المليوي في المكان المناسب. يتمكن من تسجيل وتوقيع الهدف، هدف التعادل لفائده فريق شباب المحمديه. تمريره عرضيه من الجهه اليسرى، اسامه المليوي في المكان المناسب يضع الكره في الشباك. وهذا في مراتب افضل، مراتب مريحه ان لم اقل مراتب مؤديه لاستحقاقات القاريه. في الجهه اليمنى فرصه ومحاوله في فريق حسنية اكادير وتدخل امام يوسف ميري وابعاد الكره. الحكم كان قريب العمليه كيطلب مواصله لقاء. هناك خطا بالفعل. هناك في الجهه اليسرى ايوب بوشتا كيلعب الكره بالكعب، امكانيه تدخل منطقه الجزاء وابعاد الكره وابعاد الخطوره. محمود بن حليم بسرعه مشات الكره في الجهه اليسرى، ايوب بوشتا تمرير والكره في الزاويه. الكره في الزاويه لفائده فريق شباب المحمديه. محاولة إيجاد الحلول، رفعت كرة رأسية، فرصة محمود بن حليم فرصة تدخل هشام بن مجهد في الوقت الحكم المساعد فريا. الجهة اليسرى تمريرة طويلة، تدخل ديال المدافع عبد الحق عسال وإبعاد الكرة. الألقاب على مستوى منافسات كأس العالم. المحاولة لفائدة فريق شباب المحمدية ولكن فريا كوني اللي كان هداف مناصفة مع زهير الناعم. محاولة رأسية، فرصة تضيع من يوسف ميري امام المرمى. كانت محاوله وفي البحث عن الضربات الراسيه، رفعت الكره راسيه، فرصه هدف ثاني لفائده فريق حسنية اكادير. هدف ثاني لفائده فريق حسنية اكادير. وبالتالي تحدثت على الدقائق الاخيره والفريق الذي بامكانه استثمار هذا